من فضلكم ما تضغطوش على مجلس الاداره في كل حاجه. يعني من فضلكم، مع احترامي ليكم الجمهور الحقيقي يعني، لكن الجمهور مش حقيقي مش خلاص مش هيخش طوشه تاني. الاهلي بتاخده وتشتم ده تشتم في اي حته تاني ما عدا الاستادات. خلاص. وهتعرفوا هنعمل ايه؟ مش هتشوفوا الاستاد تاني زي زمان. انما الجمهور الحقيقي بنجيب له اتوبيسات، بنجيب له قطارات، بنجيب له طيارات فوق دماغنا. انما الاهلي راح عشان تشتم قبل الماتش حتى ما يبدا، لا دول شكرا يرجعوا بقى ايه؟ يلعبوا لا مؤاخذه في البتاع في التوليتات كده. ان شاء الله. فمش ممكن يا جماعه اي لاعب هنيجي عايزينه او بنفكر فيه هاتوا فلان هاتوا فلان هاتوا فلان هاتوا فلان، بعد ما كان مثلا بيبقى مليون بيبقى ب10. انت ضغطت عليا او نادي منافس طالع داخل عليه، تمام؟ وباي ثمن هم معاهم فلوس طبعا بالهبل ما اعرفش بيجيبوها منين، يروح داخل عليه، تمام؟ لاعب هنجدد له، جدد له فلان، بعد ما نكون هنجدد له مثلا ب 7 8 مليون نجدد له ب 10 15. ليه؟ يعني انا بسال ليا سؤال، طب ليه؟ يعني حضرتك بتضغط ليه؟ هو حضرتك عايز تدير تعالى دير. هو انا مش عندي مدير فني محترم وعندي جمال عبد الحميد في مجلس الاداره كابتن الزمالك في كاس العالم، وعندي كابتن اسماعيل يوسف، لا وعندي في الكابتن طارق يحيى، وعندي احمد عبد الحليم وعبد الحليم علي ومحمد صبري، مش كل دول موجودين معانا. حضرتك مش ممكن يعني مع احترامي الشديد، وانا بعرفه هو طفل عنده يمكن 4 سنين اللي هو ابننا سيف جعفر، خلاص ولد موهوب وكان عايزين يمشوه ويودوه عاره ويتباع، انا اللي رفضت. هات سيف هيمشي، سيف هيجري، ابوه بقى اهلاوي، ابوه هيوديه مش عارف مين، هيوديه الاهلي. عيب يا جماعه عيب. خلينا نتعامل بطريقه طبيعيه، ما تجرجروناش كده في الشارع. سيف هيجدد زي ما يوسف هيجدد، انا اللي عامل لكم كلهم العقود دي. يعني قبل ما اتحل مش عارف دلوقتي انا اتحليت ليه، وقبل ما اتحبس ما اعرفش انا اتحبست ليه، وقبل ما اسقط في انتخابات بتاع البرلمانيه ما اعرفش برضه مش انا اللي بس ولا حد عارف. كان في عفريت هو اللي بيعمل الكلام ده، وتيجي تسال يقول لك والله يعملوا لك مش مشكله. فيا جماعه سيبونا نتعامل مع اولادنا وفي التعاقدات وفي التجديدات بطريقه طبيعيه، ما تجرجروناش على وشنا. ده مش لصالح النادي. حضرتك جمهور تشجع فوق دماغنا. واديك شفت كان في كبوه ربنا كرمنا وزي ما قال معرفش مين اللي قال في القناه ده فارس، فرزنا. مين عبده مشتاق؟ مين الكاره؟ مين الحاقد؟ مين اللي مسك حسام من النص؟ مين اللي وقف ورا النادي مش ورا؟ مش عايز حد يقف ورايا انا اقف ورا 500 بلد، تمام؟ اقف ورا النادي. دلوقتي ليه بقول الكلام ده؟ عشان خالد غندور جدد لخالد، خالد ما تمشوش، لا خالد وحش، لا خالد بيحب النادي، لا خالد شتمك، تمام؟ فمن فضلكم انا بكلم الجمهور المحترم العظيم، ما تجرجروناش على وشنا بقى، سيبونا واحده واحده. يعني خالد ده لو مش عاقل يقول لك ايه؟ انا عايز 4 أضعاف العقد. انا بقى لو مش عاقل اقول ايه؟ ده شتمني، هو بيكتبوا لي هنا كده وكده. من فضلك. بعد واحد النهارده بيقول لك ايه؟ وفي مدير تعاقدات، ليه؟ ده انا عندي المستشار احمد جلال نائب رئيس مجلس دوله،